السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير على خير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا مع بعض لي مادلين اللي كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو زوينين وكيجيو مفشفشين وكيجيو من داكشي الرفيع. ان شاء الله البنات والدراري يتابعوني ويشوفوا المراحل كامله ديال هاد لي كاب كيك او لي مادلين اللي كيجيو على هاد الشكل اللي غينفعونا ان شاء الله مع الوليدات للدخول المدرسي ان شاء الله. وما تبخلوش على اختكم مونيا، اللي دخل عند مونيا ما يبخلش عليها بواحد الابوني واحد الكومونتير زوين، هذا فضل من عندكم وشكرا لكم والله يحفظكم. ودابا ندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. كما قلنا المكونات ديال هاد لي مادلين او لي كاب كيك، عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب دائما بكيس العنبه، هنا كاس ديال سكر سنيده، يعني كاس ما يكونش عامر بزاف، ناقص منه بحال هكذا اللي كما قلنا بكيس العنبه. هنا كاس ديال الزيت نباتي، هنا نص كاس ديال النشا، هنا واحد جوج د الكيسان ديال الدقيق الابيض عامرين مزيان، واحد ساشي ديال سكر فانيلا، واحد جوج ديال البيضات يكونوا كبار، واحد جوج د الخمارات ديال الحلوه، واحد شويه ديال الملحه، فلته د الملحه، وهنا واحد الحامضه حكيت غير القشره ديالها الفوقانيه، واحد المعلقه ديال الخل. هادو هما المكونات، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للتحضير. واحد المساله البنات، عندي هذه الماكينه اللي جبتها باش نخدم بها، لقيتها يعني تهرست ليا من واحد السنه. نورمال هذا باش غادي نطلع الكيك ديالنا، ولكن لقيتو يعني الا كان عندكم من الاحسن يعني خدموا بهذا. انا هذا دابا ما خدامش ليا، غادي نخدم بالعجانه ان شاء الله. كما قلنا ندخلوا في التحضير. صافي هنا خديت الماكينه ديالي، غادي رميت فيها البيض هو الاول، زدت عليه هذيك الطريقه ديال الملحه، زدت السكر ديالنا وغادي نضربها شويه. كما قلت لكم نزيد على خطيطه ديك الماكينه، يعني الا كانت هذيك ديال اليد من الاحسن، ما كانتش هي هذه اولا الميكسور ديال العصير حتى هو كنخدم به ان شاء الله. وراه هاد المادلين هذا غادي ندير وحدين ديال الشوكولا، وغادي تشوفوا غادي نضربهم غير بديال الطراب ديال يعني ميكسور ديال العصير. هنا ضفت الزيت هي كنضربها واحد شويه، درت واحد الشرط شويه. صافي هنايا انا ضربتها، هانتوما شفتوا القوام كيفاش خليته. الصراحه هذا الدقيق وداكشي ما عرفتش كيفاش مشى ليا داك التصوير، المهم كتبقى في هذا القوام هذا. غادي ندير في هذا الكاس هذا، بصراحه هذا الكاس عملي كيبدا كيحط ليا العجينه نيشان، ما كنتمحن معها ما كنتعذب معها. صافي درت هادو المول ديالي ديال القاغيط في المول ديال هاد المادلين. صافي كنفرق العجينه، كتخلي واحد الباس يعني صغيور باش تلقى هذه فين تطلع. هنايا درت شويه ديال اللوز افيلي، درته من الفوق منه. صافي هنايا الفران راه كيسخن على 180 الفوق والتحت، وكنشعل عليه يعني الفوق والتحت، كنخليه شاعل على الفوق والتحت، وكنخليه على باش كنجي اللحوم كنديرو على 160 الفوق والتحت. لي مادلين ديالنا هما شفتوهم كيفاش خرجوا زوينين، خرجوا من داك الشيء الرفيع. وان شاء الله واحد شويه نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي مادلين ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين ديالنا، كيجيو على هذا الشكل هكا. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.